بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه كلنا بنحبها. طبعا انتوا شايفين الحمص والثوم انا بقليه، ودي الصلصه وميه هحطها هنا بتغلي عشان نحط فيها مكرونه. يبقى انا بعمل كده ايه؟ كشري. طبعا الثوم اهي بنقليها عشان ناخد نصها، نعمل خل مع الثوم والكزبره الناشفه والشطه او الكمون، والنص التاني هنحطه على الصلصه زي ما انتم شايفين. والنص التاني اهو حطيت عليه الخل، وهحط بقى البهارات كمون وكزبره ناشفه، ودي هسيبها على جنب. والصلصه دي طبعا هخليها حاره، ولسه هحط في دي برضو ليمون وكده، نحط شطه اهو علشان طبعا الكشري بيحب الخل والثوم وبيحب الصلصه الحاره. البصله بتاعتي بحمرها عشان احط فيها الرز بتاعي، بعمله مشكل للكشري. بحط بصله، بحط لسان عصفور، بحط شعريه، بحط الرز العدسه بجبه بسلقه نص سليق كده، وبسيب باخد نصه احط مع الرز ونصه اسيبه بره اهو. انا سلقته هنا بس طبعا نص سليق علشان القشره بتاعته ما تطلعش. انا بحمر هنا البصله مع لسان العصفور مع الشعريه. الرز حطيت عليه نص العدسه بجبه المسلوق، والنص التاني ده هنشفه من الميه خالص، يعني ايه، هولع عليه تاني يستهدى كده علشان ما يبقاش ايه. طبعا اللي مع الرز هيكمل سواه، وبرده التاني ما يبقاش ايه جامد، وما يبقاش ما يحسش ان هو ايه تحت يعني في بقنا حصى. لازم نسويه بس برده يبقى متماسك. خلاص انا كده عملت الرز وحطيت العيد بتاعه، هحط له الملح وهسيبه بقى ايه يكمل سواه على ما اشوف برده انا هعمل ايه. لان طبعا هو الكشري اكلته سهله وبسيطه، بس دوشه بقى لان كل حاجه بتتعمل لوحدها. انا كنت الاول بعمل كل حاجه مع بعضها كده، بس حسب الطلب بقى عندي. اهو كان النور مقطوع زي ما قلت لكم. ده دقيق، وعندي بصل مخرطاه كده جوانح اهو، هبدره اهو كده عشان هقليه، عشان نحطه على ايه طبق الكشري عشان يبقى كامل بقى ايه بكل مكوناته المعروفه عندنا، يعني بصل والصلصه والخل والثوم. طبعا الرز اللي انا ايه مشكلاه تشكيله حلوه قوي دي بلسان العصفور والشعريه والبصله، ريحته جميله كده. بقى هناخد كبشه كده ونحطها في الزيت معاكم. طبعا زي ما انتم شايفين مش هحطه كله مره واحده، انا عصرته بدقيقه اهو وخففته، يعني ما حطيتوش كله، يعني ما اخدتوش بدقيقه كده على طول، لا شلت منه الدقيق بايدي كده، هزيته عشان ما يبقاش شايل دقيق كتير، وهسيبه بقى كده ونصه. بعد ما اخلص ده اقلي الباقي او احمر الباقي زي ما احنا ايه. ادي البصل اهوت على ما اللي في المقلايه يخلص يكون ده ايه متبدر كده بالدقيق. وهنا على ما البصل بتاعنا بقى احمر، احب اوريكم ان احنا خلصنا اهو. الصلصه بتاعتنا جميله وريحتها حلوه قوي. خلصنا برضو العدس لوحده اهوت، لان فيه بيحبوا العدس يتحط على المكرونه من فوق كده بيبقى شكله حلو. ده غير ان انا طبخه طبعا، والرز بيتردد اهوت على مهله بقى على ما يكون ايه خلصنا. وسلقنا مع بعض الحمص، وسلقنا الحمص والمكرونه. وبعد ما سلقت المكرونه انا شوحتها بحبه زيت وفلفل اسود عشان تبقى ايه بتلمع كده وتبقى حلوه. وعملنا الثوم بالخل والشطه والكمون والكزبره الناشفه. حضرنا كل حاجه، هنخلص البصل وهنشوف اكلنا ونغرف مع بعض طبق الكشري البيتي بتاعنا.
طبعا مهما ناكل بره او نجيب كشري جاهز مفيش احسن من البيت، نظافه وطعم حلو. وطبعا تعرفي تعملي فيه بتقانه يعني، وتعملي بيه براحتك بقى. حط رزك على الشعريه على لسان العصفور. انا كنت عايزه احمر رز بس النور قطع، فقلت مش ضروري بقى خلاص عشان هياخد وقت في تحميره وكده، فقلت مش ضروري بقى. كده يا حبايبي البصل اتحمر اهو. بيقولوا لي البصل غالي وانت عامله كل البصل ده، قلت لهم يعني كشري وكمان ما ادلوش حقه، يعني لازم كل اكله تاخد حقها يا جماعه عشان تطلع مظبوطه. شفتوا الجمال ده؟ هنطلعه بقى على ورقه كده ونحط بقيه البصل وارجع لكم تاني. تمام كده يا حبايبي. هحط بقى الجزء التاني من البصل، احنا بنحطه نفرفطه كده اهو. طبعا انا بنفضل شويه كده من الدقيق اهوت عشان ما يبقاش ايه الزيت في رواسب من الدقيق وتتحرق وكده. شوفوا الزيت لونه حلو اهو، ما غمقش ولا حاجه، لان حطيته في الدقيق ونفضته شويه كده، مش حطيته على طول. انا طلعت التاني على ورقه كده عشان يشرب من الزيت، وهنشوف اكلها مع بعض. كده يا جماعه خلصنا البصل. كان في حبه رواسب كده صغيرين شلتهم اهو مطرح البصل اهوت، لسه في كذا حته يعني. هعمل ايه؟ انا كنت ناسيه العيش، انا مقطعاه كده مثلثات ومربعات كده، هحمره علشان زوق بالكشري يعني بيبقى حلو قوي وهو محمر في زيت البصل. هنحمره وارجع لكم تاني مع زيت البصل ده طالع جميل. احنا ما بنرميش حاجه يا جماعه، وبعدين مش احنا متعودين بتاع الكشري برضو يعملوا جميل قوي. وبكده حبايبي انا خلصت الكشري بتاعنا اهو. العيش شوفوا، انا كنت الاول بقطعه وبحطه في شوايه الفرن بس بيطلع لونه بهتان كده، فانا بحب اللون اللي هو ايه الذهبي ده اللي بيلمع اهو، وما هوش شارب زيت ولا حاجه. شوفوا لان انا مطلعاه برضو على ورق وحلو. في ناس بتحب تبهره بس انا بكتفي بيه كده، لان طبعا عندنا الصلصه حاره، عندي الخل والثوم بالفلفل والكزبره وفيها شطه برضو. عندي البصل شوفوا صوت البصل، شوفوا عامل ازاي. عندنا العدس ابو جبه اهو، عندي الحمص برضو بهرته حطيت عليه فلفل بس. عندي الرز بقى المشكل ده بلسان العصفور وبصله محمره وشعريه، وكان جميل قوي وانا يعني بشوحه كده. والمكرونه بتاعتي حطيت عليها زيت، شوحتها في الزيت وفلفل اهيت عشان تبقى مفرفطه كده، ما تبقاش بس مسلوقه بس، لا يبقى فيها نكهه ايه الكشري كده. ودي الصينيه بتاعتنا، هنغرف بقى طبق كشري كده واوريها لكم. يا رب يكون النهارده الاكل بتاع النهارده هو بسيط يكون عجبكم. هو سهل وبسيط بس دوشه في حاجات كتير قوي، بس انا اهو الحمد لله قدها يعني وعملتها. اتفضلوا معانا. يا ريت النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واقول لكم مع السلامه واشوفكم في فيديو جديد. بس لسه برضو هغرف لكم طبق كشري كده من الجميل بتاعي ده واوريه لكم. جينا بقى يا جماعه اهوت ان انا ايه هغرف الكشري بتاعنا. شوفوا الرز بتاعي فرفط وجميل ازاي اهو، شوفوا طبعا عندي ما بيحبوش في يعني اللي ما بيحبش مكرونه كتير فانا بزود له رز. انا طبعا اكل اذواق بقى وكل واحد براحته اهو كده. تمام. هعمل ايه؟ هحط مكرونه بسيطه كده اهي. طبعا احنا لو لقينا حاجه كده سمرة على الرز او على المكرونه ده طبعا فلفل وبصل محمر. تمام، مش حاجه يعني
وحشه قوي لا سمح الله. ايه نحط العدس مش هقرب بس الحمص كده مني. الحمص زي ما انا قايله لكم حاطه برضو عليه فلفل اهو. طبعا انا بغرف للي عايز ايه بطلبه، يعني هو اللي عايز الطبق ده عايزه كده تمام. هعمل ايه الصلصه بتاعتي اهي. كده بس عشان الشكل بس، والبصل هنا كده. وكده حبايبي ده الطبق الكشري بتاعي اهوت، والصلصه والخل والثوم، والطبق جميل اهوت. اقول لكم اتفضلوا معانا وبألف هنا على قلبكم. ويا ريت اكون افدتكم النهارده بحاجه بسيطه باكله بسيطه. وفي اخر الفيديو اقول لكم مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.